مساء الخير أو صباح الخير حسب ما بتشوفوا الفيديو. يلا بقى هاتي كوباية القهوة وكوباية يا كوفي يا الشاي حسب ما بتحبوا، وتعالوا بقى نشوف أول خروجة للولو مع جوزها محمد. طلعت لايف كده واتكلمت. يلا نشوف لولو القمر ونشوف لولو قالت ايه وردت على متابعيها قالت ايه. لولو هنا أول لايف ليها مع جوزها محمد، وأول خروجة كمان. كانوا طالعين بقى يتعشوا ويشربوا حاجة برّه. هي طالعة قمر كده زي عادتها وعلى طبيعتها من غير makeup من غير أي حاجة. قمر يقولوا له ربنا يهنيكِ. طبعًا في متابعين بقى وِحشين كده في تعليقاتهم وكلامهم، في متابعين طبعًا جُمال. هنا واحدة دخلت لها بتقول لها: "روحي شوفي نَفْسِك يا لولو وبُصي في المراية مش شايفة وشِّك عاجز إزاي؟" طبعًا آآ مش حلو، نقد مش حلو إن هي تقول لها كده، بالعكس أنا شايفاها زي القمر والله وأكيد أنتم كمان شايفينها كده. ردِّت لولو بقى قالت لها إيه، قالت لها زي القمر آسفة المعجّزة دي جالها عريس، وهاتعمل لها شبكة وكاتب كتاب وكل حاجة كإنها بنت بنوت لسه. وبتقول يعني إن هي حابّة محمد وإن هي عاشت كل حاجة حلوة، بالعكس هي مش معجّزة ولا حاجة هي أمورة. وبتتكلّم بقى على الفرح، فبتقول لها هاعمل كاتب كتاب هاعمل فرح تاني وهالبس فستان تاني وهافرح تاني. آآ وطبعًا بقى بتتكلّم على محمد وتقول هي حُرّة يعني تعمل اللي هي عايزاه. ومحمد أكيد طبعًا جنبها هيظهر معانا دلوقتي في الlive. وبرضه واحدة دخلت بتسألها بتقول لها: "أنتم اتعرّفتوا على بعض إزاي؟" لولا ردِّت عليها قالت لها: "هم بقى لهم 8 سنين صحاب في الشغل يعني هو ماسك لها الشغل بتاعها، وأول المعرفة خالص هي كان عندها مشكلة كبيرة والكل كان عارف بيها، مشكلة في شغلها يعني، ومامتها هي دخلت اتواصلت مع محمد عشان يحل لها المشكلة دي." وهنا محمد هيظهر معانا أهو. في واحدة دخلت هنا بتسلِّم عليه اسمها ليلى، وبتقول له: "هتنوّر الحلوان." قال لها: "للأسف أنا مش هاجي بقى حلوان تاني." لولو قالت لها: "يعني هنيجوا بس يومين أو 3 بالكتير في الأسبوع عشان ما يهجروش الشقة اللي هناك، إنما هُم هيسكنوا في منطقة تانية." أكمّل لكم بقى، ولمّا مامتها كلّمته، هو بقى حَب يتواصل مع لولو عشان يعرف المشكلة إيه بالضبط وهي محتاجة إيه. لولو كانت ساعتها لسه متجوّزة ضياء الله يرحمه، وضياء هو اللي اتواصل معاه. وبعد كده كلّم لولو قال لها: "أنتِ عايزة إيه بالضبط؟" قالت له: "هتعمل كذا، كذا." اتفقوا يعني هتعمل إيه، ولمّا تعمل كذا، كذا هتاخد كذا. بتقول هو فعلًا نفّذ لها اللي هي عايزاه وحل لها المشكلة، وهي بعتت له الاتفاق، الفلوس يعني الاتفاق، ورجع هو رجّع لها المبلغ الفلوس تاني. ومن هنا بقى دي بداية المعرفة، ومسك لها بقى شغلها بعد كده. وبتقول في ناس طبعًا برضه داخلين ينتقدوها يقولوا لها إزاي يعني حبيتوا بعض ما كنتم صحاب؟ طبيعي يا جماعة بيحصل كتير يعني، طبيعي بيحصل كتير. هي هنا طبعًا بتشكّر في محمد. وفي برضه واحدة داخلة تقول لها: "يا بنتي أنتِ عبيطة، ما فيش واحد بيحب حد، ده هو جاي طمعان في فلوسِك." قعدت تضحك طبعًا لولو. وهو كمان قعد يضحك ويقول لها: "آه، أنا اتجوزتها طمعان فيها." وخدوا الموضوع يعني بهزار وضحك. وفي برضه متابعة دخلت بتقول له: "يا ابني أنت عبيط وأنتِ عبيطة، روح شوف عيالك أولى، وأنتِ روحي شوفي عيالِك أولى." هُم خدوا الموضوع بضحك وهزار، وهو رَد عليها قال لها: "أنتِ ما تعرفيش ما حدش يعرف أنا كنت عايش إزاي، أنا مرّيت بحاجات ما حدش يقدر يستحملها."
بس طبعًا ما ذكرش أي حاجة وما هانش طليقته بأي حاجة، طبعًا هو محترم إن هو ما قالش أي حاجة يعني تخصّهم، لإن هي طبعًا أم ولاده، ولاده صغيّرين ولو سمعوا حاجة زي دي بعد كده هيزعلوا من باباهم لإن هي برضه مامتهم. بس هو راجل محترم، يعني من النادر لمّا بتلاقي حد على السوشيال ميديا بعد الانفصال ما بيطلعوش يعيبوا ببعض. هو اتكلّم عليها بكل احترام، وبيقول دلوقتي ولولو برضه بتقول إن هُم بيحاولوا يلفّوا وراه عشان يرجع، لكن هو خلاص قفل. وهو رفع قضية رؤية عشان هي حارماه من ولاده مش بيشوفهم. و ولولو قالت طبعًا يا جماعة معروف إن طالما اترفع قضية رؤية يبقى أكيد هو هيرفع قضية رؤية ليه وهُم يعني على علاقة كويسة ببعض وهو بيشوف عياله، أكيد هي كده حارماه من عياله. وهو بيتمنى طبعًا إن هو يشوف عياله ويصرف عليهم في تعليمهم، في بعد الشر لو تعبوا، أي حاجة يحتاجوها هو بيتمنى إن هو يصرف على أولاده. وفي واحدة بتقول لها: "شكلِك بتحبي ولادِك أوي يا لولو." قالت لها: "طبعًا." طبعًا دي حقيقة، وهو رَد قال: "يا جماعة ما فيش حد بيكره ولاده، طبعًا كلنا بنحب ولادنا." وبرضه في حد دخل كتب لها إن لولو ابنِك كان حاضر كاتب كتابِك بالكروكس. إزاي يعني يا جماعة يبقى لابس بدلة وعليها كروكس؟ مش فاهمة والله. هي برضه قعدت تضحك وتهزر تقول كروكس ومش عارفة إيه، وخدت الموضوع بضحك وهزار. وكان معاها صاحبتها آية، هتجيب لهم دلوقتي حاجة يشربوها. انتقادات بقى كتير صراحة، وفي ناس طبعًا داخلة تضحك وتهزر، في ناس داخلة تدعي لهم إن ربنا يوفقهم. وفي حد دخل برضه بيقول لها: "يا لولو هو محمد أخو آية؟" ردِّت قالت لهم: "لأ طبعًا هو مش أخو آية، هو كان صديق شغل يا جماعة، وقصة الحب بدأت ما بينهم من شهرين بس، بس هو ما صرّحلهاش غير لمّا راح يتقدّم لها على طول." ولولو طبعًا هنا بتموت في باباه، باباه اللي كان ظاهر في الفيديو بيرقص معاها، طلع باباه مش جِدّه. وبتقول: "أنا يعني الراجل ده لو فيه أي عيوب سيبوه لي أنا هاصلّح العيوب اللي فيه، لو هو وِحِش أنا هاعدّل منّه." وقعدت تضحك وتهزر وتقول: "أنتم بعد ما رميتوه في الزبالة دلوقتي جايين بتلفّوا وراه ليه بعد ما نضّفته؟" بس طبعًا الكلام ده بضحك وهزار يعني، هو كمان كان بيضحك ويهزر. "سيبوه لي أنا يا جماعة ولو حتى طلع فيه حاجة أنا هاستحمله بس عشان خاطر أهله، أهله جُمال ناس كويسين بتحب مامته وباباه أوي، ربنا يديم المحبة ما بينهم يا رب." بتقول ناس بصراحة طول الفيديو أمّا بتيجي السيرة بتاعتهم بيشكّروا فيهم، حتى هو لمّا اتكلّم على و حتى لمّا هو اتكلّم على زوجته الأولى يعني وكده، مامة ولاده، كان بيقول كان في الأول كان العيش بيطلع لها لحد فوق، وراجعين دلوقتي حتى أهله اتهانوا واتشتموا، طبعًا هُم ما لهمش في موضوع الخلاف اللي ما بينهم. هنا زي ما باقول لكم كده كانت بتتكلم على الرؤية، إن هو رافع قضية رؤية عليهم، رافع يعني عايز يشوف ولاده. حقه يا جماعة، هو مش معنى إن هُم انفصلوا إن هو يتحرم من ولاده. هنا صاحبتها أهيّة كانت بتقول لهم: "تشربوا حاجة؟" وضحكوها وهزّر وقال لها: "إحنا شُفنا من وشِّك حاجة؟" قعدت برضه هي كمان تضحك وتهزّر وتقول له: "أنا معييش غير 100 جنيه." قال لها: "هاتي أي حاجة." قالت له: "لأ، أنت تطلب على قد ال100 جنيه بس." هات فلوس. المهم لولو قعدت تضحك وقالت لهم: "خلاص، خلاص خدي 100 جنيه أهي روحي هاتي." طبعًا هي أخدت ال100 جنيه من فلوس محمد بهزار وضحك يعني، عشان الناس اللي بتقول إن هو يعني اتجوزها عشان خاطر فلوسها. هي عطته لولو عطتها ال100 جنيه وراحت هي هتجيب الحاجة هتشوفوهم هُم بيشربوها دلوقتي. وهو هنا كان بيتكلم زي ما باقول لكم بقى على حياته الأولانية.
بيقول ما حدش كان يستحمل اللي أنا استحملته، ولا حد يقدر يعدي من المواقف دي. أنا اتهنت كتير، وما زالوا لحد دلوقتي بيقولوا عليا كلام. قال مش هقول غير كلمة واحدة: حسبي الله ونعم الوكيل. فأي حد بيتكلم عليا أنا أو أهلي ويجيب سيرتنا بسوء واحنا ما عملناش حاجة لحد. انا كل اللي طالبه ان انا عايز اشوف ولادي وعايز اصرف على ولادي بس، مش اي حاجة تانية. وحتى باين يا جماعة، هو بيقول اقسم بالله كل اللي بيتكلم ده ما حصل. طبعا اللايف داخل معاه ناس قرايب مامة ولاده، وناس من المنطقة من الحلوان هناك. في ناس بتقول كلام كويس وفي ناس بتقول كلام وحش. يعني الكلام السلبي مش لازم. دول ناس لسه بيبدأوا حياتهم، ليه يعني نعادوهم من بعض؟ وطبعا هي العشرة بتبين كل حاجة، وربنا يهنيهم. هي مرت بظروف وحشة وظروف مرضها، فالمفروض نفرح لها. حتى لو احنا شايفين حاجة نسيبها، يمكن هي تقدر تعدي. مثلا لو هو في حاجة وحشة ممكن هي تتقبلها وتعدي معاه بيها، وهو لو برضه شايف فيها حاجة وحشة هيتقبلها وهيعدي معاها. فبلاش الانتقادات الوحشة دي يا جماعة. ربنا ما قالناش كده، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا بكده. ده احنا أيام الأنبياء لما كان واحد ما بيبقاش طايق مراته ولا عايزها، كان بيروح يقول له قول لي انت ما انتش عايزها ليه؟ يقول له يعني مش هينفع اقول لك، من باب الستر. ما ينفعش نعيب في حد، وبالذات بالذات لما يكون ما بينهم ولاد. الولاد هيكبروا هيشوفوا الفيديوهات دي بعد كده. آه، ازاي؟ انفصلوا خلاص، يبقى كل واحد بقى بيشوف طريقه. وهي برضه لولو ما عملتش حاجة، ولا عمرها طلعت انتقدت برضه أبو ولادها الله يرحمه ضياء في أي حاجة. بل بالعكس، وشفناها أيام الوفاة بتاعته وقفت وقفة كويسة مع إنها كانت منفصلة عنه. طلعت وقفت واتكلمت عنه كلام جميل ودعت له بالرحمة والمغفرة، وفضلت فترة كبيرة كبيرة تدعي له بالرحمة والمغفرة. وقالت إن هي خدت ولاده ومعاهم محمد وراحت زارت ضياء. فملوش لازمة الكلام السلبي، ملوش لازمة يا جماعة. نحط نفسنا مكان أي حد، فما ينفعش. هي هنا هي زي ما بقول لكم، قعدت تقول لهم أنا خلاص خدت الراجل ده نضفته ورشيت عليه سبراي. حلوة تاني في عينيكوا ليه؟ أنا راضية بيه كده. وهو هنا بيقول بيحلف للناس، بيقول لهم والله العظيم والله العظيم أمي كان العيش بتاعها بيطلع لها لحد فوق، بيتعلق لها على الباب. وبيقول حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا الكلام اللي هو بيقوله يعني اللي بيعرف يقرا لغة الشفايف هيبقى شايف هي بتقول ايه، هو بيقول ايه. بصوا له هنا تتكلم. اهي بتقول انتوا دلوقتي بتتكلموا ليه؟ يعني احلو في عينيهم بعد ما خلاص بقى شاف حياته ونسى الموضوع. بس طبعا ما نساش ولاده، هو بيحارب ان هو يشوف ولاده وراح للقضاء بقى. نقول له بقى هنا، بتقول لهم قولوا له يا جماعة بقى، قولوا له هو أنا عايزاه يأكلني، هو أنا خارجة عشان خاطر آكل. آكل إيه؟ اقترحوا عليه. في حد قال لها كباب وكفتة، قالت لهم لا 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 يا جماعة هو بخيل، مش هينفع. بتضحك على الناس اللي كانت بتنتقده. هنا هي مركزة مع كومنت، بس هي طبعا مش هتقوله، هي هتقوله اقراه كده بس من غير صوت. وشوف هتعرف لو عايز يعني تجاوب جاوب، مش عايز تجاوب براحتك. يعني ربنا يهنيهم، شايفين نظرات عينيهم باينة إن هما بيحبوا بعض. ربنا يكمل لهم على خير يا رب، ويبعد عنهم أي حاجة وحشة، ويعوضوا فيها خير ويعوضها فيه خير. أهي هي هنا بتقول له اقراه بس من غير صوت. عايز تجاوب جاوب، بس هو باين إن هو ما فهمش أصلا الكومنت. فضل مركز فيه ويقول لها لا مش فاهم. قالت له ركز، قال لها والله ما فاهم حاجة. بتقول له اهيت بص اقرا كذا كذا كذا.
قال لها: "مش فاهم." قالت له: "خلاص يا محمد مش فاهم، هابقى أفهّمك بعدين، مش مشكلة دلوقتي." آآ وهنا قالت لهم: "خلاص بقى عايزين نخرج من الموضوع ده يا جماعة، إحنا طالعين نتبسط." اقترحوا علينا، قال لهم: "بُصّوا أنا ما معييش غير 20 جنيه أهو، هي بقى هتصرف عليَّ." برضه بضحك وهزار، وهي هنا بُص طلّعت الفلوس أهيّة، قالت له: "أنت معاك 20 وأنا معايا 320 بقى كده معانا 340 جنيه، اطلب واتمنى مراتك هتجيب لك اللي أنت عايزه." قالت له: "هات ال20 جنيه دي." هو بقى هنا قام إيه، طبعًا كل ده كان ضحك وهزار، طلّع الفلوس برضه اللي معاه، وفي حد اقترح عليهم قال لهم بضحك برضه وهزار، قال لهم: "ال20 جنيه دي أنا هاقول لكم على أكلة حلوة تجيبوها، هاتوا عيش فينو وفلافل." طبعًا دي أحلى أكلة، جرّوا ريقهم. وفي حد تاني قال لها: "اشربي عصير قصب يا لولو." قالت لهم: "والله لسه شاربة." نِفسي طلبته ولسه شاربة. طبعًا هي كانت ناسية هنا المشروب اللي أي صاحبتهم جابوه أهو، فهو شرب وهي كمان هتفتح بتاعتها تشرب منها. هنا كانت بتقول لهم: "قولوا له يا جماعة بقى هيأكّلني إيه عشان هو مش ما معهوش فلوس." وفي ناس برضه قالت لهم: "هتعملوا فرح تاني؟" لولو قالت: "لأ، أنا مش هاعمل فرح، خلاص عملنا زفة وعملنا وفرحنا في كتب الكتاب، إن شاء الله يوم الفرح." قالت: هالبس فستان وهاعمل makeup بس هنتصور session بس، ويا هنروح عند فندق يا هنروح على الشقة." حتى قالت له: أنت إيه رأيك يا محمد؟" بُصّي هنا بتقول لهم: "معفّن يا جماعة، مش عايز يصرف عليَّ." هو أمّا سألته بقى: "هنروح على الفندق والّا على الشقة؟" قال لها: "لأ، على الفندق، اصرف وعيش بقى." بُصّوا هنا بقى هنا دي هجرة أول ما واحدة قالت لها أهي ال20 جنيه، أول ما واحدة قالت لها: "هاتي عيش فينو وفلافل." بتقول له: "لأ، بس كده ال20 مش هتكفّي، هادّيك 10 كمان عليها." قمر يا لولو والله، أحلى ما فيها طبيعتها، ما ب ما بتطلعش كده تعمل حاجة غير طبيعتها، ما بتصطنعش حاجة. هو ده بُصّوا حتى أهيّة يعني عروسة أول خروجة ليها مع جوزها، المفروض هتبقى عاملة makeup كامل، وهنا اللي طلبت منها العصير قالت لها: "والله لسه شارباه." أهي بتورّيها، إنما هي طالعة بسيطة وجميلة ولبسها مش over بقى ولا أي حاجة، لا والله ما شاء الله عليها. فبلاش بقى ننتقد الناس اللي ما فيهاش عيوب دي. وهنا طبعًا بتشكّر في محمد، بتقول إن هو غلبان وبيعمل حاجات مع ناس أساسًا ناس ما تستاهلش المعاملة اللي هو بيعملها لها. بتقول: "فهّمته كتير بلاش مع دول، بلاش مع دول." وهو ما فيش فايدة، ورجعت تاني قالت إيه: "الحال من بعضه، أنا كمان باقول له كده وأنا باعمل نفس اللي هو بيعمله." وهنا في واحدة اسمها ليلى دخلت بتقول له: "يا كابو." وقعدت هي تضحك، لولو. هو بقى بيرُد وهي مركّزة لولو في الكومنتات. ربنا يهنيهم ويسعدهم يا رب. أيوه يا لولو اشربي وبلّي ريقِك، الجو حَر أوي النهارده، وأنتِ اتكلمتِ كتير عملتِ مجهود لازم تشربي. بس نظراتهم ما شاء الله، الله أكبر عليهم، ربنا يحميهم يا رب. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش في لايك وشيّروا الفيديو واسيبكم في رعاية الله.